السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ايه رأيكم بقى في سبريد الجبنة دي؟ دي البيتي جبنة سبريد بيتي بالظبط كده. بتعمل طماطم والفلفل. والفلفل بالظبط كده. تفتكروا عملناها ازاي بقى؟ وعلى فكرة موفرة جدا ايوه، واقتصادية جدا. خلوا اللبن يقطع واعملوه هو كده، هو صح. بالظبط كده. خلوا اللبن يقطع او واعملوه. هنا بقى هنيجي لايه يا ماما؟ مربط الفرس اللي بالظبط هو ايه كده، بقى؟ اللي هو ايه اللبن بقى؟ لما قطع، لما انت سبتيه. بالظبط كده. بس انا ما كنتش قصدي اسيبه يا جماعه، انا قلت ايه، نغلي اللبن بقى عشان نعمل كوبايه شاي بلبن مثلا وكده. فالحمد يعني لله قطع يشاء القدر هنسيبه ان هو ايه. نسيبه، لا طبعا. نستفاد منه برضه. اه طبعا. احنا الستات م- المصرية ما بالظبط. نسيبش حاجة اعاده التدوير عندنا ما عندهاش يا مرحميني يعني. خالص. لا، ما تلاقيش حد يعيد تدوير اي شيء الا الست المصرية. بالظبط كده، واحنا ستات مصريات اصيلات. مدبرات. بالظبط كده. يلا بينا نشوف ونقول لكم ايه اللي حصل. كالتالي جيت اغلي اللبن، قطع مني فصل بقى، ولا حطيت له خل ولا اي حاجه خالص، قعدت اقلب اقلب اقلب. ما عيطتش، لا. قلت هستفاد برضه. بالظبط، قمت جبت المصفى صفيته. هنا اللي فوق دي الجبنه زي ما انتم شايفين. والشرش هيترمى. لا والله عملت بيه قرص. عملنا بيه القرص بس ما طبعا. صورتش القرص. ان شاء الله عندي كيس كمان هبقى اوريه لكم، هنبقى نعمل منه القرص واوريها لكم باذن الله. يعني اللي احنا عايزين نقوله بس ان اي حاجه هتبوظ والله ما انت مرميه. هنستفيد هنستفاد بيها، بيكي برضه. طبعا هنستفيد منها. استحاله يا جماعه. مع غلاء الاسعار ده يا جماعه، والحمد لله حتى لو مش يعني. غلا اسعار، مفيش حاجه تترمى من تحت ايدينا. والله الاول كان عادي لكن دلوقتي لا لا، خلاص. صعب قوي. ماشي. المهم جبنا الجبنه. جبنا اللبن اللي قطع. بالظبط كده، ضفناه في الكبه. عطيته ضربه كده بحيث انها تفك معايا التكتلات اللي موجوده، وطبعا زي ما اتضرب، قلت انت لكم. مش قطعت جزاء لك. بالظبط، ده هو ده كان الحساب. عقابه، كان عقابه ان هو يتضرب. فلما اتضرب بقى قلنا ايه، ما يتضربش لوحده حرام. ضفنا نطعمه له برضه. شريحتين طماطم كده، معاها شريحتين من الفلفل، وضفت شويه ملح. يعني يظبط الطعم شويه. بالظبط، تضيفي كمون، ضيفي بابريكا مدخنه، حسب بقى ضيفي ما هتحبي اي حسب النكهه ايه. اللي انت بتحبي منها الجبنه. بالظبط كده. ده كان فلفل اسمر، لا ده كان كمون. كمون كمون. حاطه الفلفل في برطمان تاني فعشان كده اخدت بالي يعني. فده ممكن تضيفوا فلفل اسمر كمان، بس لا عادي. كمون هيبقى احسن بكتير. الطعم احلى مع اه الطماطم والفلفل والجبنه. بالظبط كده. ونضرب بقى عقابا على رأي ماما يعني اللبن عشان. بالظبط كده. وده بقى عمل معايا كيسين شرش، هنستفيد منها حاجات كتيرة. جربوا الوصفة، نشوفكم في فيديو جديد.